طب احنا بنعمل ايه اصلا بالطب التصنيفي الشعوري ده؟ اما بنعرف العرض اللي ظاهر على الجسد، بنعرف التماهي بتاعه او المطابقة المشاعرية بتاعته. يعني النسيج اللي اتحرك في المنطقة الفلانية يساوي على طول مباشرة شعور ما بنعرف الشعور بنبتدي نشتغل عليه، نبتدي نفككه. خلاص طلعناه من حالة اللاوعي للحال الواعي، بقينا عارفينه. وطالما الشعور اتعرف خلينا نقولها كده بالبلدي اتقفش، هو نفسه بيتكسر. هو بيبقى قوته في ان هو مختفي مش معروف. فطالما انا عرفته واعترفت بيه، انا بديت اكسره. امتى ما يتكسرش؟ لما اكون انا مش معترف بيه. امتى يفضل لسه مستمر؟ لما افضل انا في مقاومتي معاه.